السلام عليكم. حيث انتهينا في الجزء الأول، نبدأ جزءنا الثاني الذي سيركز في غالبيته على كويسنجق القديمة. ما نزال ضمن الأحياء الأولى لكويا. بفرقندي واحد منها. الأبواب موصدة كعادتها. نحاول الدخول ومشاهدة المزيد من المنازل عن كثب. تفوح رائحة التراث. كأنما تمشي في مكان يعود إلى ما قبل 100 سنة. دخلنا بيتا قديما كان بمثابة تحفة معمارية أو متحف جميل مهمل. تغطيه الزخارف الملونة المنقوشة والمرسومة على الجدران والأسقف والآيات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الدار يبدو قد ترك منذ سنوات ليست ببعيدة. السقوف مبنية على جذوع الأشجار والقصب، أما الأعمدة التي يستند عليها من الخشب المنحوت كالتي موجودة في شناشير البصرة وبغداد. بما أننا ما نزال وسط المدينة، زرنا تل اليهود. أرض مرتفعة لأكثر من 10 أمتار عن الشارع العام في بعض الأماكن، وفي أخرى 15 مترا. أنا الآن في تلة تدعى بتلة اليهود. هذه التلة هي سابقا كان اليهود يسكنون فيها منذ خمسينيات القرن الماضي وما قبل هذا التاريخ. الآن نتجول في هذا الحي الذي يدعى الآن سارباخ، ونشاهد بيوته القديمة ونصف القديمة. ابقوا معي في هذه الجولة. التقيت برجل مسن من ذات المنطقة يسكنها منذ خمسينيات القرن الماضي جنبا إلى جنب جيرانه اليهود. مرحبا. يا أهلا وسهلا. كيف حالك حجي؟ الحمد لله. أهلا فيك. خلال تجوالنا بحي اليهود أشير إلى السيد إسماعيل أنه شخص قديم في هذا المكان، رغبنا في أن نتحدث معه. مرحبا بك مرة أخرى. شكرا. أهلا بك. صار لك إيش قد بهذا الحي؟ ها؟ كم سنة صار لك بهذا الحي؟ والله أنا 70 سنة هنا. 70 سنة؟ إيه 8. ما شاء الله. 53 من سنة 1953. ما شاء الله كل العمر. شنو ذكرياتك عن هذا الحي؟ والله أنا سايق قديم. أنت سايق قديم؟ إي والله.
هذا الحي من الخمسينات لو قبل الخمسينيات موجود؟ أنا قديم، أنا 52 سنة هنا منها ما هاي محل. يعني قبل هاي 52 هو موجود هذا المحل؟ اي والله كله اي. عندي لاندروفرات يشتغل نفر ربع دينار كويسنزاغ رانيا. تمام. الربع قديم هذا. هسه توصلنا لهولي رجعت تاخذ علينا 1000 نص دينار أربيل. لا هسه اذا نروح الاربيل هسه أربيل 6 دنانير. 6000. طيب هذا المكان هسه البيوت الموجوده به قديمه، هاي البيوت حديثه؟ هذا قديم، اكو محلات قديم بايزاغ قراتشي بايزاغ بفر القندي كلها هذا قديم، هذا كله بابس، هذا 6 قفل كله قفل. اي والله ماكو. شكرا جزيلا. الزواج يلا تعال بالبيت. شكرا جزيلا والله. تسلم. يا هذا بيتكم ماكو فرق والله. على راسي والله. يا اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. توجهنا إلى قرب الحي الرابع القديم، حيث قلعة كويا المعروفة بالقشلة، وهي صرح أثري كبير اتخذت كثكنة عسكرية في الفترة العثمانية. أقف الآن على برج مراقبة عائد إلى قلعة كويسنجق. هذا المكان مطل على المدينة، عد في السابق مركزا للحكم لكامل هذه المنطقة. تابعوا معي بقية القصة. تختلف الآراء لجهة بناء القلعة. بعض المؤرخين يقولون أنها تعود إلى عهود إسلامية سابقة، فيما تشير بعض الأبحاث إلى أن حصنا عسكريا قديما قد بني في عهود غابرة تمتد إلى فترة ما قبل الميلاد، لكن للكلام العلمي رأي بذلك. وجود هذه قلعة دليل على مكانة وعمق وتقدم كويسنزاق، مدينة جغرافية، مدينة اقتصادية، مدينة مهمة. كل من يستولي على هاي المنطقة يستولي على كل المناطق. الدولة العثمانية بناها، اكو الروايات يقول ان محمد بقر الرومي صنعها من 1810، وهناك من يقول انه مدحت باشا 1869 الى 1072، لكن هاي الروايات غير صحيحة. واحنا بكربون 14 كشفنا والمصادر التاريخية الأخرى تحدث أنه هذه القشرة صنعت قبل هذا التاريخ بأكثر من 80 و 90 سنة. زودت جهاتها الأربعة بنوافذ أو فتحات للرمي والمواجهة، و4 أبراج دفاعية. تهتهي بلبل عزيزم أهو زارب ويا. وسط القلعة عبارة عن فناء واسع يحتضن تمثالا يعود لطاهر توفيق شيخاني، وهو علم من أعلام الغناء الكردي. وشيخاني
مولود في العام 1922 والمتوفى في العام 1987. كردوا غنتي بهاري هوايا تحتوي القشلة على قهوة ومعرض تراثي. مكتبة هي الأخرى كانت في زاوية من قاعة القهوة. لفت انتباهي كتاب يحتوي على وثائق عثمانية. يؤكد الكتاب على أن هذه القشلة تضم 24 غرفة بنيت على مساحة أكثر من 2500 متر مربع. تحتفظ هذه القاعة بمعرض يضم مقتنيات بعض وجهاء كويسنجق ورجالاتها. فكرة جميلة أن تحتفي المدينة بعظمائها في مثل هكذا أماكن. على جانب من أضلاع القلعة يقع قبر الشاعر الكردي الشهير دلدار، وهذا الاسم يقترن بالنشيد الوطني الكردي أي رقيب. وسبب كتابته لهذه القصيدة أنه سجن في كردستان إيران، وألهمه السجن بأن يتحدى سجانه الرقيب عليه، لكن نظرته كانت أشمل من الحارس لتصل إلى حكومته المشاركة في تقسيم أرض كردستان الواحدة، وتعامل الكرد بالظلم والضيم بالحديد والنار. إذا تقول دلدار تقول أي رقيب، يعني هو دلدار. يعني عندما أعلن جمهورية كردستان في مهابات أول نشيد وطني كان هذه النشيد، أي رقيب هرما وقومي كرد زبان ناشيني دانري توبي زمان. بالقرب من القشلة معمل قديم يعمل بالماء والمكائن نفسها منذ قرابة 100 سنة. نحن الآن في واحد من أقدم المعامل لصناعة القمح في العراق وإقليم كردستان. الغريب في الأمر أنه ما زال يعمل في ذات التقنية
منذ 1927 وإلى الآن. شاهدوا معي كيف يعمل هذا المصنع. طاحونة مام خضر الشهيرة للقمح التي أصبحت شاخصا واضحا لمدينة كويا. هذا البناء الذي تشاهدونه وضع حجر الأساس له في العام 1924، وبعد 3 سنوات اكتمل البناء. بعد غسل القمح وسلقه خارج المطحنة يجلب إلى مقرها. يقشر بواسطة الأجهزة التي استوردت خصيصا في العام 1928 من بريطانيا وما زالت تعمل. يتم تدوير المكائن بواسطة أحزمة مطاطية موصلة بمكائن تعمل بالكهرباء وأخرى بالديزل وقت الحاجة. أجهزة أخرى تكسر حبات القمح وتجرشها. يغربل القمح المهشم. يعزل إلى جريش وبرغل وفقا لحجم الحبة. نساء ورجال جنبا إلى جنب هم من عائلة مام خضر يعملون فترة الصباح فقط بصناعة منتجات القمح. تؤخذ المنتجات من قبل الزبائن بطرق بدائية أيضا، فالنقل والعمل والإنتاج ما زال بنكهة 100 سنة مضت. نبدأ الآن بتوثيق تاريخ كويا القديم مرورا بأرض الموت. أنا الآن في كنيسة مريم العذراء التي تعود للعام 1868 بالتحديد، في أرض الموت. سميت بهذا الاسم نسبة للاسم السرياني أرعى دموتا، أي أرض الموت، لما أصابها من كوارث وهجمات مفجعة على مر التاريخ. تبعد قرية أرموتا عن مركز كويسنجق 3 كيلومترات. ويعتقد أن مسيحي أرموتا أقدم من مسيحي كويسنجق. تضم هذه القرية كنيسة مريم العذراء التي شيدت في العام 1868 ميلادية بقبة جميلة يعلوها صليب حجري ومغارة تضم تمثالا للسيدة العذراء. باعتقادي أرض الموت هناك صراع بين المنطقة لفتوحات الإسلامية والمناطق التي ساكنين بها. هناك عدة الحروب. الكويسنجاق يعني بضواحيها منطقة كري والفر والغزوات حتى الآن. كانت هذه القرية قبل 90 عاما مسيحية بالكامل،
يشار إلى أن تاريخها يعود إلى عصور ما قبل الإسلام. ذهبنا إلى مقبرة مسيحية في هذا المكان، حيث قبر الشماس سيوا يلدسليوا، وهو أيقونة لغناء المقام الكردي الكويسنجقي. ولد ممسيوا في العام 1891 وتوفي في العام 1964. بالقرب من شمال أرموطة يقع مزار ماربين قديشة أو دير مربهنام على سفح جبل بواجي على ارتفاع 1260 قدما. في مقدمته نصب للسيدة العذراء تستقبل الزوار. يقع المكان على مساحة 24 دونما، ويعود تاريخ بنائه إلى العام 363 وفقا لبعض الآراء، تكريما للشقيقين بهنام وسارة. يحتوي المكان على 16 صفا وغرفة ومرافق حيوية ومغارات ومذبحا خارجيا. يؤمه المسيحيون في المناسبات الخاصة. أخواننا المسيحيون يسمون به ماربين قديشة، وأخواننا المسلمين يسمون به شيخ محمد ديري، يعني تراث مربوط بين كلا مسيحيين ومسلمين في تلك المنطقة، وتاريخها يعود إلى أوليات من سنوات الميلادية بعد مبشرين المسيحيين جاءوا للمنطقة، وهي من أهم رهبانين لقرية هرموطة مسيحيين. سمعنا بقرية مسيحية قديمة تدعى كليسة، توجهنا إليها، وبعد قطع 32 كيلومترا جنوب شرق كويا وصلنا إلى قرية بوغد. المكان تاريخي وعلى أزمنة مختلفة، يضم 3 تلال قربها قرية صغيرة. أقدم واحد في هذه التلال يعود إلى العصر الحجري الحديث قبل 7000 سنة، ويدعى باسكي خزم. الثاني هو سار كونغران، وهو مكان للاجتماع يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. أما التل الأخير فهو أحدث واحد، يعود لعصر أمير سوران باشاي جوراء الأمير الكبير في الفترة ما بين 1836 إلى 1825. والمكان عبارة عن بقايا قلعة كانت لمراقبة الطرق التجارية لنهر الزاب الأسفل، والذي كان الشريان الأساسي للتجارة منذ آلاف السنين. أكملنا المسير حتى وصلنا إلى مصيف يدعى كليسة، تابع لقريتنا المقصودة. يقع هذا المكان الساحر على ضفة نهر أخاذ بمياهه وجماله. أحدثكم من نهر الزاب الأسفل، حيث كويسنجق، حيث قرية كنيسة بالكردي كليسة. تبعد هذه القرية عن مركز كويسنجق 37 كيلومترا. هذا المكان جميل للغاية، فيه مصايف على طول هذا النهر الجميل، مياه باردة جدا. لا أنصح بشخص أن يجتاز هذا النهر سباحة حتى لو كان
ماهر في السباحة لأن جريان هذا النهر قوي جدا. أترككم وتجوالنا في هذا المكان. تستطيع في هذا المكان أن تجلس وسط المياه حول مناضد مخصصة لذلك. مطاعم وكابينات للعوائل تملأ المكان. المحطة الأخيرة في هذا الطريق هي قرية كليسا، وقبل الوصول إليها صادفتنا صخور تشمخ عموديا على سطح الأرض. كأنها لقبور مسيحية، كون الامتداد التاريخي لهذا المكان لأبناء هذه الديانة. ارتفاع بعض من هذه الصخور يصل إلى أكثر من 1.5 متر، وبعضها إلى 40 سنتيمترا. وفقا للمختصين أن هذه الآثار قد تعود إلى فترة ما بعد الميلاد، لكنها قديمة. كليسا قريتنا المنشودة، قرية مسيحية قديمة لم يبق منها إلا الاسم. ومسجدها المعروف بمسجد قرية كليسا شاخص هو أيضا. قرية صغيرة تضم بيوتا جديدة وقديمة وأطلالا يقال أنها لآثار قديمة، لكن المكان لم ينقب فيه إلى هذه اللحظة، ومن المتوقع أنه يعود ل20 قرنا خلا. في طريق العودة إلى مركز كويسنجق استوقفتنا لافتة مكتوب عليها قرية آسكيكويا. وهي قرية تقع شرقي كويسنجق. يعتقد بعض الناس والباحثين أن كويسنجق القديمة بدأت من هذه القرية، لكن لا حقائق علمية إلى هذه اللحظة وسط إصرار الناس على قدم هذا المكان. وصلت الآن إلى مكان يبعد عن مركز قضاء كويا 8 كيلوات ونصف. هذا المكان يقال عنه آسكيكويا، أي كويا القديمة بالعثمانية باللغة التركية. هذا المكان يحتوي على 16 بيتا فقط. يعتقد الناس كما قلت لكم أن هذا المكان هو كويسنجق القديمة. شخص من الناس جالس أسفل هذه الشجرة، نحدثه. السلام عليكم باشكاكا. السلام ورحمة الله وبركاته. كاكا أو آسكيكويا يعني كوية كونا أو كوية قديمة تشيا؟ بله آسكيكويا قديمة زور قديمة لباو باپیران مانەوە کە بۆمان
گەڕاوەتەوە بۆمان هەتا دەقی بۆمان بەجێماوە ئەسکی کۆی قەدیمە و پێک دێ لە قەبرستانێکی زۆر حوت قەبرستانی لێە بە حکمی ماڵەکان کە من ئەو هەموو قەبرستانی لێ دەبێ زۆر کۆم بوو بێ مێژبەکەی من نازانین چەندە بەڵام زۆر کۆنە خۆی لەن کات خۆی کۆی لێرە بووە ئەسکی کۆیە خۆی ئەسلی کۆی ئێرە کۆی لێروکانە بووە بەڵام قەبرستانەکان لە زۆر شوێنان قەبرستانەکان دەستکاری کراون و هەڵقەندراون ئێمە پارێزگاریمان لێ کردوین بە حکمیەوە هەموو ئاسایش و پۆلیسی نەمان هێشتووە. تۆ لە چەند ساڵ لە ماڵت لێرە؟ من لە پێش هەشتایەکانەوە ماڵمان لێرەیە لە زۆر لە پێش هەشتایەکانیشەوە من تقریبانەوە لە 91ەوە ماڵم لێرەیە. لە 91 بەڵێ. چەند ماڵ ئێرە هەیە؟ 15 ماڵ. 15 ماڵ؟ بەڵێ 15 ماڵە. کە ئێرە ئاساری هەیە هیچی هەیە؟ بەڵێ هەیەی بەڵێ ئاساری زۆرە ئاسارێکی زۆری لێە بڕۆنا ئەو زەویانە بگەڕێ هەمووی کەرتە گۆزەیە ئەنواع شتی لێە شتیشیان لێ دیوەتەوە لەو گۆڕێ بڵێن زێر و ئەو شتانیان دیوەتەوە بەس وەک گەڕان نا بەس لەو گۆڕی فرێدراوە. اعتقادات متداولة بين الناس يقولون أول مرة كويين سكنوا في هذه القرية، لكن هذا التداولات ليس هناك أي أدلة دوكيومنتارية عن تلك المنطقة. يبدو أن الأماكن المهمة في هذا القضاء كثيرة. توجهنا إلى قلعة شيلا. وهي مكان يعود إلى عصور عدة من العصر الحجري الحديث مرورا بالعصر الآشوري، الميتاني، الساساني، وآخرها العباسي. تطأ قدمي آثار قديمة قد تعود إلى 6000 سنة سكنها الآشوريون القدامى والميتانيون واللولويون. فبعد التنقيب وجدت أسماء على ألواح مسمارية كالملك باعور الأول، باعور الثاني، الملك ساتوني اللالوي وجدت في هذا المكان، لكن أحدث من سكنها في القرن التاسع الميلادي. تابعوا قصة هذه القلعة. تجري التنقيبات في هذا المكان إلى هذه اللحظة وما بعدها من قبل جامعتي الحرة وبرلين بالتعاون مع دائرة الآثار في كويسنجاق. يقع المكان على تلين، أحدهما يعود لكنيسة قديمة والآخر لقلعة شيلا. قلعة شيلا قلعة أثرية لها تلالين، تلال أصغر وتلال أكبر منها، وهي قلعة من التنقيبات والمسح الآثاري في العراق. وجدوا 3 مرحلة حقبة الآشورية، آشوريا القديمة، آشوريا الحديثة، يعني وسطى، ومرحلة الثانية مرحلة الساسانيين. وفي مرحلة ما بين الآشوريين والساسانيين هناك مرحلة شعوب المقيمة في المنطقة، شعوب قديمة مثل شعوب خوري وشعوب لولوي، هم من جذور الأكراد. المحطة الأخرى قلعة ساتو التي يرجع تاريخ بنائها إلى العصر الآشوري الحديث وربما المتوسط.
قلعة ساتو تقع على أهوار الزاب الصغير. يعود تاريخ بنائها إلى عصر حكم الإمبراطور الآشوري في العام 612 إلى 911 قبل الميلاد. تعلو المنطقة المحيطة بها حوالي 15 إلى 20 متراً. إحدى جهات القلعة مطلة على الأهوار. بنيت القلعة لأخذ الضرائب ومراقبة المنطقة كغيرها من القلاع التي بنيت على الطرق التجارية لهذا الغرض في العصور القديمة. تابعوا معي المزيد. ما تبقى من هذا المكان أطلال بيوت قديمة تقع فوق تل مرتفع يطل على نهر الزاب الأسفل. بعض البيوت مأهولة بالسكان، والسر خلف هذا الشيء حتى تبقى محافظة على اسمها ضمن القرى القديمة المأهولة إلى هذه اللحظة. في آثار وجدوا فيها بخط البسماري كتبوا منها أبي زيري، وبعد ذلك ولد أبي زيري بائلانوم الذي كبر حجم وأوسع هاي القصر بعد يعني وراثي. أبي زير الأول، أبي زير الثاني، بائلانوم، كامتيني، إيرشتينو. هناك عدة أسماء للملك تلك المنطقة في عصر الآشوري الوسطى من 2800 إلى 2200 قبل الميلاد. توجهنا إلى بوابة خوشناوتي، حيث سنبدأ رحلة إلى خلف جبل بواجي. في كويسنجق يستخدم اسم بواجي للذكور وكويا للإناث. هذه البوابة في السابق هي طريق إلى شقلاوة وهيران، نازنين، سكتان، باليسان، وصولا إلى سهل حرير. في جهة جبل بواجي الأخرى وصلنا إلى عين مياه دافئة حتى في فصل الشتاء المنجمد. وصلنا إلى عين كبريتية علاجية تستخدم لبعض الأغراض الطبية عند بعض الناس للأمراض الجلدية وما شابه. هذه العين تأتي بعد جبل بواجي. شاهدوا المزيد. الاستحمام هنا ليس للمتعة بل للعلاج. من هذا المكان بالتحديد تتدفق المياه من أسفل هذه الأرض، مياه ساخنة برائحة كبريتية، رائحة ليست طيبة لكنها علاجية للأمراض الجلدية تستخدم. تشاهد معي هذا الشخص الآن، إذا لا تمانع يعني. مرحبا بك. أهلا بك. الله يخليك. هسه هذا كل ايش قد تجي هنا دائما؟ يعني كل شهر تقريبا، كل 15 يوم. كل شهر، كل 15 يوم مرة. إيه بس هسه هذا العلاج يعني أحسن علاج طبيعي، وحتى الماء مالته حار، حيل حار.
أردنا تجربة هذه العيون. ينبغي قبل أن تسبح وتأخذ حماما دافئا ينبغي لهذه الأطيان أن تجف، بعدها تسبح في المياه الساخنة. بعدها نغتسل في بركة صغيرة. نزيل هذه الأطيان لنستعد في الغطس في البركة الرئيسة. أخذنا حماما جميلا نافعا ذو فائدة كبيرة كحمام العليل في الموصل. هذه العيون عيون كبريتية معروفة في جميع أنحاء العالم. هذه العين موجودة أيضا في كويسنجق خلف جبل باواجي. تابعوا المزيد. تتدفق هذه المياه من أنفاق صخرية أسفل البركة. المياه دافئة على مر الفصول والسنوات. وبما أننا في جهة جبل باواجي الثانية حيث القرية الغارقة أسفل مياه سد سماقولي، كانت هذه الوجهة. جولة في سد سماقولي، تابعوا. إننا قرب البحيرة. كان التوثيق أجمل لو كان برحلة قصيرة في القارب. تحديد في هذا المكان سد سماقولي كان هناك طريق قبل عدة سنوات، طريق وقرية أسفل هذه المياه الآن غارقة، أصبح فوقها سد ملئ بالمياه. كان هذا المكان يدعى وادي سماقولي، الآن سد سماقولي. شاهدوا بأعينكم جمال هذا المكان، الجبال التي تحيطه، هذه البحيرة التي أصبحت اصطناعية بفعل نهر يأتي ويغذيها بالمياه. تابعوا المزيد. قبل بضع سنوات كانت هذه البحيرة وادي سماقولي، وكان طريق أربيل السليمانية يمر من خلاله، لكن أغرق بمياه نهر كروج هو والقرية الموجودة والأراضي الزراعية. في خطة من قبل حكومة إقليم كردستان لبناء 240 سدا لتخزين 7 مليارات متر مكعب من المياه خلال السنوات المقبلة بسبب حرب المياه القائمة. بحيرة السد أصبحت منتجعا سياحيا جميلا يؤمه الناس باستمرار. جولتنا تزامنت مع بداية غروب الشمس، ونحن نتطلع إلى جمال طبيعة كردستان. نفكر في جولة توثيقية أخرى
نأخذكم من خلالها في بعض المغامرات.